الجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن عملية الهضم في جسم الإنسان، والعملية دي بكل بساطة هي تكسير الأكل والشرب لجزيئات صغيرة يقدر الجسم يمتصها ويستفيد منها علشان يغذي نفسه ويبني خلايا جديدة ويحصل على الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية اللي بتحصل جوه الجسم. والجهاز الهضمي بيتكون من القناة الهضمية، ودي عبارة عن مجموعة من الأعضاء المتوصلة مع بعض زي الفم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، وفتحة الشرج. والجهاز الهضمي كمان بيضم الكبد والبنكرياس والمرارة. الأكل بيحتاج من حوالي 24 ل 72 ساعة علشان يتهضم بالكامل، وبتختلف سرعة ومدة الهضم على عوامل كتير زي نوع الأكل، كميته، الجنس، معدل الحرق، ولو في مشاكل في الجهاز الهضمي. ونوع الأكل بيفرق، يعني البروتينات والدهون الموجودة في اللحوم والأسماك مدة هضمها ممكن توصل ليومين، في حين إن الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات بتحتاج أقل من 24 ساعة. وعملية الهضم بتتنظم من خلال الهرمونات والأعصاب. الخلايا اللي في المعدة والأمعاء الدقيقة بتفرز هرمونات بتتحكم في مواعيد إنتاج العصارة الهضمية، وبتتواصل مع المخ عشان يحس بالشبع أو الجوع. ده غير إن في أعصاب بتؤثر في سرعة مرور الأكل عبر القناة الهضمية وإنتاج عصارة الهضم، وبتسمى الجهاز العصبي المعوي. عملية الهضم مش بتحصل في المعدة بس، دي بتبتدي من أول ما الأكل يدخل الفم، من أول ما بتقطع السنان الأكل. بعد كده بيحصل إفراز اللعاب اللي الهدف منه تكسير النشويات والسكريات، وبعد كده بيربط الأكل ببعضه علشان يتبلع أسهل. وبعدين تعدي على البلعوم اللي بيوصل الأكل من الفم للمريء، اللي بالتالي بيوصل الأكل للمعدة اللي جدرانها العضلية قوية علشان تقدر تحرك وتخلط الأكل بشكل كويس. والمعدة في الحقيقة ليها 3 مهمات. المهمة الأولى هي استقبال وتخزين الأكل، المهمة الثانية هي خلط ومزج الأكل مع العصارة الهضمية، والمهمة الثالثة هي تفريغ محتوياتها في الأمعاء الدقيقة. وفي أعضاء بتساعد في عملية الهضم زي البنكرياس، وده دوره إنه ينتج الإنزيمات المسؤولة عن هضم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. الكبد، وده بينتج العصارة الصفراوية اللي بتساعد على هضم الدهون والفيتامينات. المرارة، ودي بتخزن العصارة الصفراوية لحد ما يجي الوقت المناسب علشان تخرجها باتجاه الأمعاء الدقيقة. وبالنسبة للأمعاء الدقيقة فدي طولها بيوصل عند الإنسان البالغ تقريبا لحوالي 7 متر، ودورها إنها تمزج الأكل اللي جاي من المعدة مع العصارة اللي جاية من الكبد والبنكرياس علشان اكتمال عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات. بعد العملية دي بتوصل البقايا بتاعت الأكل للأمعاء الغليظة اللي بتحول البقايا دي لفضلات علشان عملية الإخراج. وطالما اتكلمنا عن الهضم يبقى لازم نتكلم عن القولون، وبالأخص القولون العصبي اللي ناس كتير بتعاني منه. والقولون ببساطة هو مسمى للأمعاء الغليظة، وظيفته الرئيسية هي امتصاص اللي فاضل من المية والمواد الغذائية من بقايا الأكل علشان يتحول لفضلات صلبة قبل عملية الإخراج. القولون العصبي بقى هو خلل في وظيفة القولون دي بيؤدي لمشاكل في الجهاز الهضمي زي انتفاخ البطن أو سوء الهضم أو الإخراج. والأعراض دي نفسها مش خطيرة وما بتؤديش لأمراض صعبة، بس هي مزعجة جدا للمريض، وللأسف مفيش سبب عضوي معروف لمشكلة القولون العصبي، لكن هو ممكن يظهر بعد الإصابة بعدوى سواء بكتيرية أو فيروسية أو الضغط النفسي، وساعات بيكون اضطراب في تفاعل الدماغ والجهاز الهضمي. وللأسف مفيش علاج معروف للقولون العصبي، لكن في علاجات ومسكنات لتخفيف أعراضه. وفي أمراض شائعة برضه بتصيب الجهاز الهضمي زي عسر الهضم، وده بيكون ألم في الجزء العلوي من البطن وساعات إحساس بوجود غازات أو حرقان. وفي أسباب كتير ممكن تسبب عسر الهضم زي أكل وجبة كبيرة أو شرب الكحوليات أو نوع معين من الأدوية. وبما أن الجهاز الهضمي بيتأثر بشكل مباشر بالأكل ونظام الحياة، فاتباع خطوات لتحسين الهضم هتساعد الجهاز الهضمي يشتغل بطريقة أحسن ويقلل المشاكل اللي بتواجهه. فاتباع نظام غذائي متوازن مليان بالألياف الصحية، وتناول وجبات صغيرة منتظمة، وتناول اللحوم الخالية من الدهون، ومضغ الأكل كويس، وتجنب أكل وجبات كبيرة خصوصا قبل النوم، كلها عادات بتساعد الجهاز الهضمي يكون في صحة أحسن.